برضه معانا على المصرية النهارده احنا قدمنا اوبرات جميل جدا للخيال في ليله جميله في اولى ليالي ثقافيه لمبادره الجسور. طبعا عشنا ذكريات جميله وعشنا ليالي جميله، يعني في ليله واحده في ساعه. احكي لنا كواليس تجربة. والله أنا اتشرفت بدعوة كريمة من الدكتور محمود حمزة إني أشارك في الاحتفال بالخال، وأنا كنت من تلاميذ الخال وصديق له بشكل شخصي، واتشرفت إن أنا كنت بعمل برنامج زمان قوي في قناة النيل الثقافية كان اسمه نور الخيال، وكان عبد الرحمن الأبنودي أول ضيف. أنا يعني اتفاجئت بإني ببلغه، قال لي ألا أنا أجي لك يا محمد، يعني في علاقة محبة، وهو الحقيقة كان بيحتضن كل الشباب، ولذلك هو حاز هذا اللقب لأنه حبيب لكل الناس. يعني كل أجيالنا كانت بتعتبره فعلا خالها، مش مجرد أستاذها والشاعر الكبير. مبادرة جسور الحقيقة مبادرة مهمة جدا، إنها بتوصل الثقافة بالتعليم برعاية المواهب، لأنه ما نقدرش نشتغل في جزر مستقلة، ما ينفعش إن إحنا نبني الإنسان ده لوحده وده لوحده. فاللي بيعمله دكتور محمود حمزة في مبادرة جسور هي ضرورة، يعني ضرورة ثقافية علشان توعية أبنائنا في المدارس واكتشاف الموهوبين منهم، وكل عباقرة مصر الحقيقة طلعوا من المدارس. فاحنا بنرجع تاني لحاجة مهمة، والحاجة يعني كانت سبب في قوتنا الناعمة. شكرا لحضرتك جدا يا غالي.